لو عامله زيي بقى كده ومستعجله وجايه من بره ومش عارفه تاكلي ايه ولا هتعملي ايه، تعالي الاول بقى اقول لك هنعمل ايه بسرعه كده سريعا. الموضوع كله مش هياخد معاكي اصلا ربع ساعه، يعني ربع ساعه ده كتير. الاول اقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. عاملين ايه حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. وسعيده جدا للناس اللي زادت وكترت، وسعيده اكتر للناس اللي ما شاء الله يعني بيعجبها الوصفات، رغم ان انتوا مقلين شويه في التعليقات او كمان في اللايكات، بس مش زي بعض. الاول انا عايزه ابدا بذكر الله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. انا كنت بره في مشوار كده وجيت سريعا، عايزين ناكل اي حاجه كده بسرعه، وفي نفس الوقت ما تاخدش وقت لان جعانين. فهقول لك تعملي ايه بسرعه كده، وحاجه مغذيه جدا وسريعه. بصوا انا قطعت بطاطس ترانشات، هعملها بيضه كده، وحطيت فلفل اسود، والميه اللي انتوا شايفينها دي كركم. بس حبيت افتح الفيديو عشان اوريكم انا عملت ايه، ونعمل مع بعض روتين كده بسيط وسريع وخفيف. دي قطعه من الزبده، قطعه من الزبده كده اهي، بصوا زي ما تقولوا اهي حلوه، وتوم كله واضح قدامك، وكركم، فلفل اسود، وملح، ونقطه شطه. كل ده هيتقلب مع بعض وهيتحط على النار. طبعا انا مش عامله كتير، يعني هم حوالي دول كده ايه، كيلو ربع بطاطس. تمام. ودي حته الزبده هتسيح في وسطهم. الريحه بس الكركم مع الثوم، عايزه اقول لك الكركم مع حته الثوم المقطعه مع الفلفل الاسود، عطي ريحه تجنن والله العظيم. هوطي عليه النار خالص. اهم حاجه في التسويه دي ان انت توطي عليه النار خالص، لان توطيه النار اصلا بتديكي نتيجه حلوه قوي، الطعم بيختلف. تمام. هوطي عليه النار، وتعالوا بقى نشوف بقيه الروتين بتاعنا النهارده هيمشي ازاي. سلقنا بيض، وقطعنا خس كابوتشي اهو كمان. ويلا بينا نعمل مع بعض مخبوزات حلوه قوي هتنفعك الوقت زنقه زي دي، لافطار الولاد الصبح، في اللانش بوكس المدرسه. يلا بينا اقولك المقادير وحلوه قوي. كلنا بقى بسرعه ونزلت وخدتكم معايا، يلا بينا. عندي تحليل لازم اعمله. انا كل فتره بعمل تحاليل الغده بتاعتي، فالمفروض ان انا هعمل التحاليل دي، وفي اشعه كمان هعملها على زوري. فقلنا بقى ايه بقى، قعدت استنى نتيجة التحاليل. في حاجات هتطلع وحاجات لأ، فشربت قهوة في المكان الجميل ده. حبيت اصوره لكم كده، يعني نكسر الروتين شوية، عشان الواحد احيانا بيمل من حاجات كتيرة في حياته يعني. بس الحمد لله بفضل الله، يعني اللهم لك الحمد والشكر على كل حال. بصوا الترابيزة دي كنت قاعدة عليها، وبعدين طلعت كده دخلت ببنتي الحمام، فقلت اصور لكم المنظر الجميل ازاي من بره. حتى يعني استمتعي بوقتك، حتى لو حاجات، لو وقت بسيط جدا، رايحة مشوار ولا هتعملي تحاليل زي حالاتي او احنا بعد ما شربنا القهوة هنا خدنا بعضنا طبعا وطلعنا، لان كان لسه هتقعد يومين قبل ما ناخد بقية التحاليل. بس انا كنت حابة اخد القهوة هنا واوريكم المنظر جميل ازاي. انا كل مكان بروحه يعني بحاول على قد ما اقدر والله اذكر ربنا فيه، لان هو بيبقى شهيد عليكي وعليا وعلى كل الناس. لما تتذكر كده بتبقى حاجة جميلة. يلا حبيبي استنى.